عمرو نصوحي مهندس ميكانيكا مصري عايش في دبي وبيشتغل في البترول. حياة مش هنقول عليها عالية لكن نقدر نقول عليها آمنة أو متوسط. بس عمرو كان دايما عنده حلم واحد، إنه كان يبقى لاعب كورة. بس طبعا زيه زي بقية شباب مصر معرفش يحقق الحلم ده، وكان في ناشئين نادي المعادي في صغره، وكان بيلعب برضه كورة في الجامعة، لكن مهاراته ما كانتش مساعداه إنه يكمل في الكورة. بس شغفه للكورة ما بينتهيش وبيفضل الحلم مكمل معاه. قال طالما كده كده مش هعرف ألعب فأنا ممكن أمرن. وعمرو فعلا وهو شغال في دبي قرر إنه يمرن الأطفال، وكان أكبر سن عمرو نصوحي مرنه وهو سن 13 سنة، وده وهو شغال، وفضل سنتين ونص يدرب. بس عمرو كل ده مش بيعمل فيديوهات. عمرو كان الاول بيكتب مقالات على الفيس، ولما لقى ان هي عجب الناس قرر انه يعمل فيديوهات، وده لحد يورو 2012. وبرضه بعد اليورو كان بيحلل لروما بس، وده لان عمرو رومانيستا من زمان. من اسباب عشقه لروما هو باتيستوتا، لا مش الرابر، هنهزر مع بعض. بل مهاجم الارجنتين واسطورتها واسطوره روما توتي. وعمرو مش بس بيحب توتي، ده بيعشق، لدرجه ان في مره كان نصوحي مسافر يصيف مع اهله وعرف ان توتي في فندق في مصر. قرر في ساعتها انه يلغي السفريه ويسيبها ويرجع القاهره عشان يتصور مع توتي. انت متخيل شغفه بالكوره وحبه لروما كان موصله لايه؟ نرجع لبدايه عمرو نصوحي.